السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم درس جديد وهو تكملة المنادى. معلش اتأخرنا عليكم بس يا سيدي ادينا رجعنا لكم. درس المنادى النهارده هو درس المنادى المبني. احنا خدنا قبل كده المنادى المعرب، النهارده هناخد المنادى المبني. بس يلا بينا قبل ما نبدأ نقول الدعاء بتاعنا. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. يلا نبدأ. بص يا سيدي، المنادى قلنا بينقسم إلى منادى معرب ومنادى مبني. المنادى المعرب لازم تتفرج عليه الأول قبل ما تتفرج على الفيديو ده، وهسيب لك الرابط أسفل الفيديو. طب إيه هو المنادى المبني؟ تعالى يا سيدي نشوف إيه هو المنادى المبني وبيتكلم عن إيه. قال لك المنادى المبني ده نوعين، إما يكون علم مفرد وإما يكون نكرة مقصودة. إما يكون إيه؟ علم مفرد وإما يكون نكرة مقصودة. الكلام سهل وبسيط، كلام سهل وبسيط، بس انت ركز معايا وان شاء الله هتطلع من الدرس ده فاهم ومش محتاج اي حاجة، هتحل تدريبات لوحدك كمان. بص معايا كده، هو ايه العلم المفرد ده؟ قال لك العلم المفرد ده كلمة واحدة. ايه؟ كلمة واحدة، كلمة واحدة، ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. المنادى المضاف والشبيه المضاف، انا قلت لك ارجع بقى للفيديو الاول لما اتفرجتش عليه. طيب كلمة واحدة ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. طيب العلم المفرد ده ايه؟ بص يا سيدي، العلم المفرد ده اسم شخص او اسم بلد. اسم ايه؟ شخص او بلد. تعال شوف المثال كده وبالمثال يتضح المقال. بص يا سيدي، اما اقول هنا بقول اهو يا محمد، مش محمد ده اسم شخص؟ اسم شخص. طيب بشوف محمد هنا ده، لو انا محمد ده لو جبته مثلا في حالة الرفع، يعني جبته مثلا مبتدأ، هتقول لي مبتدأ مرفوع بإيه؟ برافو عليك، هتقول لي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. خلاص يا سيدي، بتروح تقول منادى مبني على الضم في محل نصب. اكتبها؟ حاضر حاضر. أو منادى مبني على الضم في محل نصب. تمام؟ تمام. طيب لو جيت المثال التاني قلت اهو يا محمدان اجتهدا، يا محمدان، هتقول لي استنى، انت مش قلت لي ده علم مفرد؟ يعني مفرد ما يكونش مثنى ولا لا؟ لا يا سيدي، انا قلت لك في الاول ركز معايا، انا قلت لك مفرد يعني مش مضاف ولا شبيه بالمضاف، وعشان كده قلت لك ارجع للفيديو الاولاني. يعني ممكن يجي ايه؟ يعني اسم شخص ممكن يجي مفرد او يجي مثنى او يجي جمع. ايوه يا سيدي. طيب محمدان، هتقول لي ده المثنى ده بيرفع بالالف، اقول لك برافو عليك. يبقى هنقول ايه؟ ايوه سمعتك، منادى مبني على الالف في محل نصب. سهله خالص اهي. طب المثال الثالث، اي محمدون اتقنوا عملكم، هتقول لي محمدون هو ايه؟ هو المنادى. طيب هتقول لي بس خلاص انا فهمت كده، محمدون ده جمع مذكر سالم. صحيح. طب وجمع المذكر السالم بيرفع بايه؟ هتقول لي بيرفع بالواو. يبقى منادى مبني على ايه؟ هتقول لي منادى مبني على الواو في محل نصب. منادى مبني على الواو في محل نصب. صعبه؟ لا. اسيب لك المثال ده، يلا نحله مع بعضينا. ايا فاطمات، هتقول لي فاطمات ده جمع مؤنث سالم. طب وجمع المؤنث السالم بيرفع بايه؟ هتقول لي بيرفع بالضمه. اقول لك برافو عليك. يبقى هنا ايه؟ منادى مبني على الضم في محل نصب. منادى مبني على الضم في محل نصب. هتقول لي طب انت جبت كده اسم الشخص، طب اسم بلد؟ هقول لك اسم بلدنا يا مصر. ايوه يا مصر، انت مهد، انت مهد الحضاره، انت مهد الحضاره يا مصر. هتقول لي مصر اسم بلد. صحيح. طيب مصر دي ترفع بايه؟ هتقول لي هترفع لو جت مرفوعه ترفع بالضمه، ده مفرد يرفع بالضمه. اقول لك برافو عليك. يبقى نقول منادى مبني على ايه؟ هتقول لي منادى مبني على الضم في محل نصب. يعني نفهم من كده ايه؟ ان العلم المفرد زي ما كاتب لك هنا تحت كده، يعني ايه؟ يبنى على ما يرفع به في محل نصب. يعني هنا كان يرفع بايه؟ بالضمه، فقلنا منادى مبني على الضم في محل نصب. هنا المثنى يرفع بايه؟ بالالف، فقلنا منادى مبني على الالف في محل نصب.
هنا جمع المذكر السالم يرفع بايه؟ بالواو، فقلنا منادى مبني على الواو في محل نصب. هنا جمع المؤنث السالم يرفع بايه؟ يرفع بالضمه، فقلنا منادى مبني على الضم في محل نصب. حاجه سهله جدا وبسيطه ومش محتاجه. طب يلا نخش على النكره المقصوده. نخش على ايه؟ النكره المقصوده. قال لك النكره المقصوده دي بقى ايه يا سيدي؟ قال لك هي نكره يقصد بها نداء شخص معين. يعني ايه نكره؟ نكره ما فيهاش الف ولام. جميل. وانا بقصد بيها حد معين. يعني الكلام اللي هو انا بنادى ده بقصد بيه ايه؟ حد معين. زي ايه؟ زي ما اقول مثلا ايه؟ واحد دخل الفصل، معلم دخل الفصل كده، فواحد كده عمال يقوم يتنطط في الفصل ومش راضي يقعد، فقال له ايه؟ يا طالبو. فهو طالب دي نكره ولا مش نكره؟ هتقول لي نكره، مفيش الف ولام، نكره. اقول لك برافو عليك. طيب هو يقصد حد معين؟ هتقول لي اه يقصد الولد اللي بيتنطط ده ومش ساكت. فقال له ايه؟ قال له يا طالبه، يبقى يقصده هو. هي دي بقى النكره ايه؟ المقصوده. طب النكره المقصوده دي بنعربها ازاي؟ تعال معايا. اما اقول لك كده اهو، يا معلم الطلاب امانه. طبعا انت فرحان بالمثال ده عشان بنتكلم على المعلم. ايوه، المعلم عارف ان الطلاب امانه، وعارف ان هو لازم يوصل لهم العلم كويس جدا عشان دي امانه. طيب بص يا سيدي، بقول يا معلم، هو انا اقصد واحد معين؟ انا بقصد المعلم ده. يا معلمه انا بقصده. الطلاب امانه، يبقى ده ايه؟ المعلم دي لو كانت جت مرفوعه بترفع بايه؟ تقول لي ترفع بالضمه. ايوه ده مفرد يرفع بالضمه، يبقى ده منادى مبني على ايه؟ هتقولي ايه ده زي العلم المفرد. ايوه زي العلم المفرد برضه، يبنى على ما يرفع به في محل نصب. بس العلم المفرد اسم شخص او اسم ايه؟ بلد. يعني هنا لما اقول ايه؟ يا معلمه، فاقول ايه؟ منادى مبني على الضم في محل نصب. طب قلت هيا طلاب لا تضيعوا الوقت. اوعى تضيع وقتك، اقعد ذاكر، الامتحانات قربت. هيا طلاب، هنا اقصد طلاب معينين، طلاب معينين كده، طلابي في الفصل اقول لهم ايه؟ هيا طلاب لا تضيعوا الوقت. انا اقصد ناس معينين ولا مش اقصد ناس معينين؟ هتقول لي تقصد ناس معينين. هقول لك طيب طلاب دي نكره ولا معرفه؟ هتقول لي نكره. هقول لك برافو عليك. طب ترفع بيه؟ هتقول لي ترفع بالضمه. بس يا سيدي هقول ايه؟ منادى مبني على الضم في محل نصب. تمام؟ تمام. طب هي ممكن تيجي مفرد والطلاب دي جمع تكسير. طب ممكن تيجي مثنى؟ ممكن تيجي مثنى واقصد حد بعينه. ازاي؟ اهو اقول لك اهو، يا والدان، انا بقصد والدين بعينهم. اهو يا والدان، الاب والام هم اكني بكلمهم. يا والدان اجتهدا في تربيه الاولاد، يبقى انا اقصدهم. طيب المثنى بيرفع بايه؟ تقول لي يرفع بالالف. خلاص اقول لك يا سيدي منادى مبني على الالف في محل نصب. نوعه ايه؟ نوع المنادى ايه؟ هتقول لي نكره مقصوده. ليه نكره مقصوده؟ هتقول لي ما مش اسم شخص ولا اسم بلد. اقول لك برافو عليك، مصحصح. طيب ممكن تيجي جمع مذكر سالم؟ ايوه برضه. اما لو ايا مصريون، ايا مصريون، طب المصريون دي ايه؟ جمع مذكر سالم. طب وجمع المذكر السالم يرفع بايه؟ تقول لي يرفع بالواو. اقول لك برافو عليك. يبقى ايه؟ منادى مبني على الواو في محل نصب. جميل، منادى مبني على الواو في محل نصب. ممكن تيجي جمع مؤنث سالم؟ ايوه زي دي بالظبط، بس دي نكره ودي ايه؟ ده علم اللي هو اسم شخص او اسم بلد. طيب قلت هيا طبيبات، فطبيبات هنقول ايه؟ دي نكره صح، وانا اقصد طبيبات بعينهم، جمع المؤنث السالم يرفع بايه؟ برافو عليك، بالضمه. يبقى منادى مبني على الضم في محل نصب. منادى مبني على الضم في محل نصب. ده المنادى المبني، مش محتاج حاجه خالص، هو علم مفرد او نكره مقصوده. هتقول لي طيب انا اتفرجت، واحد يسالني سؤال مهم جدا يقول لي استنى بس استنى، انا اتفرجت على الفيديو اللي قبل كده وشفت النكره غير المقصوده. ما هي نكره برضه بس غير مقصوده وبتبقى منصوبه، وانت قلت لنا نكره غير مقصوده منصوبه. ايوه، والنكره المقصوده ده بتقول لي ايه؟ منادى مبني على الضم، منادى مبني على الالف، منادى مبني على الواو في محل نصب، ما بتبقاش منصوبه. طب ما دي نكره ودي نكره، افرق بينهم ازاي؟ اقول لك ان شاء الله
اعمل لك فيديو اوجه التشابه والاختلاف بين النكره غير المقصوده والنكره المقصوده بعد الفيديو ده ان شاء الله، عشان كده تكون انت هضمت المنادى خالص وتبقى مستعد للامتحانات. طب يا سيدي انا هكلمك على حاجه دلوقتي سريعا هنختم بيها. احنا لما بنيجي النادي سواء على شخص او على نكره او قبل كده على مضاف وشبيه بالمضاف ونكره غير المقصوده كنا بننادي عليه مباشره. طب ايه هي الحاجه اللي احنا ما نناديش عليها مباشره؟ قال لك لو كلمه فيها الف ولام ننادي عليها ازاي؟ يعني مثلا الرجل، الانسان، النفس، ننادي عليه ازاي؟ يعني مثلا هنروح نقول ايه؟ يا الانسان، يا الرجل؟ لا، امال بنعمل ايه؟ تعال معايا بقى هنا. نداء ما فيه ال. عند نداء اسم فيه ال يجوز وجهان. يجوز ايه؟ وجهان، يعني حاجتين. اول حاجه ناتي قبل المنادى بلفظه ايها للمذكر وايتها للمؤنث ويصبح المنادى اي واي. ازاي؟ تعالى كده، ما احنا اتعودنا لازم ناخد مثال. فانا لما اقول لك اهو الطالب دي مش فيها الف ولام، هتقول لي اه ده فيها الف ولام اهي. هقول لك ينفع ننادي اقول يا الطالب؟ ما ينفعش. امال ايه؟ الطالب دي مذكر ولا مؤنث؟ هتقول لي مذكر. اقول لك نجيب قبلها ايها، فاروح اقول ايه؟ يا ايها الطالب، يا ايها الطالب. هتقول لي طب وفين المنادى؟ هقول لك المنادى هنا اللي هو اي، وساعتها بنقول ايه؟ منادى مبني على الضم في محل نصب. جميل. امال هادي ايه؟ قال لك هادي دي ايه؟ قال لك دي زائده للتنبيه. انت لما بتيجي تنبه حد بتقول له ايه؟ محمد ها بص اهو، ها واخد بالك؟ فبتنبهه، يبقى هادي لايه؟ للتنبيه. طب تعرب ايه؟ طب يا سيدي هقول لك دي حرف مبني لا محل له من الاعراب. تمام كده يا سيدي؟ تمام. طب امال الطالب دي ايه؟ تتعرب ايه؟ هقول لك اللي بيجي بعد ايها او ايتها بيتعرب نعت او يتعرب بدل. فلو كان مشتق بيتعرب نعت، لو غير مشتق يعني الاسم يعني غير مشتق بيتعرب بدل. بس ريح دماغك، هو غالبا بيجيب لك اللي بعد ايها وايتها بيبقى نعت، بيبقى نعت. يعني الطالب هنا هتعرب ايه؟ هتعرب نعت. نعت ايه؟ نعت اعراب ثابت اللي انت بتحبه، هيبقى نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب وايتها نفس الكلام، ايتها نفس الكلام. يعني ايته دي هنعربها ايه؟ هتقولي منادى مبني على الضم في محل نصب، زي دي بالظبط اهي، في محل نصب. طب والهاء احنا قلنا بقى خلاص دي زائده للتنبيه، حرف مبني لا محل له من الاعراب. طب والفتاه؟ قال لك الفتاه مش اسم مشتق، فيتعرب ايه؟ بدل مرفوع، اهو بدل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. جميل كده. بس انا قلت لك برضو ايه؟ ان شاء الله بيجيب لك هو الاسم اللي بعد ايها وايتها بيبقى نعت. تمام. طيب هتقول لي طيب ايو وايته دي المنادى صح؟ ومنادى مبني على الضم في محل نصب. نوعه ايه بقى المنادى ده؟ هقول لك نوعه نكره مقصوده. نوعه ايه؟ نكره مقصوده. تمام كده؟ تمام. طيب يا سيدي الحاله الثانيه ايه؟ الامر الثاني هتقول ناتي قبل المنادى باسم الاشاره المناسب. اسم الاشاره المناسب يعني ايه؟ يعني الرجل ده مذكر ولا مؤنث؟ هتقول لي ده مذكر. اقول لك يبقى نجيب له ايه؟ هذا. طب والفتاه؟ هتقول لي ايه؟ هذه. طيب فنيجي نقول اهو هذا، بنقول بقى اهو اسم اشاره. ايوه قول يلا. مبني على الضم في محل نصب. يعني اسم اشاره مبني على الضم المقدر يا سيدي كمان ولا تزعل، اعراب كامل اهو. اسم اشاره مبني على الضم المقدر في محل نصب. طب واللي بيجي بعديه ده الالف واللام هيبقى نعت. هتقول لي استنى
انا مذاكر درس البدل اللي انت لسه ما شرحتوش، ان شاء الله هشرحه المره الجايه واعرفه لك ان شاء الله. انت يعني بتقول لي كده عشان اشرح لك البدل، هشرحه ان شاء الله وننزله قريب. طيب هو مش الالف واللام اللي بيجي بعد اسم الاشاره بيبقى بدل؟ بس في المنادى بيبقى نعت. في المنادى بيبقى ايه؟ نعت. ونعت ايه؟ نعت مرفوع وعلامه رفعه الضمه. تمام. طيب يا هذه الفتاة، هذه برضه نقول اهو اسم اشاره مبني على الضم المقدر في محل نصب. والفتاة برضه نعت مرفوع وعلامه رفعه الضمه. تمام. يعني انا اي حاجه فيها الف ولام لا اجيب ايها للمذكر وايتها للمؤنث او هذا او هذه، يعني اسم الاشاره المناسب. يعني لو كانوا جمع مثلا نقول هؤلاء. طب يعني انت ما بتقراش قران، ربنا بيقول ايه؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. يا ايها الانسان اهو صحيح الانسان فيه الف ولام وقال يا ايها. طب وايتها؟ يا ايتها النفس المطمئنه، برضو ايتها عشان النفس ايه؟ مؤنث. ايوه صح صح صح، انا ما كنتش باخد بالي من الحته دي. خلاص اديك خدت بالك وعرفت معلومه جديده. طيب يبقى انا لما بنادي على حاجه فيها الف ولام اعمل ايه؟ لا اجيب ايها للمذكر او ايتها للمؤنث، او اجيب اسم اشاره مناسب، هذا للمذكر وهذه للمؤنث. بس ملحوظه كده صغيره واحنا قربنا نخلص اهو، صحصح معايا بقى. الحاجه الوحيده اللي ممكن انادي عليها، وفيها الف ولام واقول يا عادي كده، ما اجيبش ايها وايتها، هو لفظ الجلاله فقط لا غير. لفظ الجلاله الله، فاقول يا الله عادي، مفيش اي حاجه. زي ما انت كده بتقعد والراجل كده اللي هو الامام المسجد لما بيدعي فتقول يا الله، وانت تقول يا الله يا الله، صح؟ ايوه. بس ساعتها الالف الوصل بتاعت الله دي بتبقى ايه؟ بتبقى همزه قطع. فبتيجي كده يا سيدي يا الله يا الله، وبنعرف الله هنا ايه؟ بنقول منادى مبني على الضم في محل نصب. هتقول لي نوعه هقول لك نوعه لا غلط، ما تقولش كده، استغفر الله العظيم. تقول لي نكره، لا ده علم مفرد. ده سيبويه. مين سيبويه ده؟ بحكي لك قصه عليه. يعني لما مات سيبويه كده شافوه في المنام، قالوا له ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي. طب قالوا له غفر لك ليه؟ قال لهم عشان انا كتبت الله اعرف المعارف، اسم ربنا. تمام. يبقى منادى مبني على الضم في محل نصب. او بنشيل يا ونقول اللهم، وانت بتقرا وانت لما بتيجي تدعو الله عز وجل بتقول ايه؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم صح. طب بنعربها ايه؟ قال لك برضه يا سيدي الله لوحدها كده منادى مبني على الضم في محل نصب. امال الميم دي ايه؟ قال لك دي عوض عن يا المحذوفه. يعني احنا بنقول ايه؟ بنقول يا الله. تمام. هنا بنقول اللهم، فالميم دي عوض عن ايه؟ عن يا دي اللي هي محذوفه هنا، ويبقى حرف مبني لا محل له من الاعراب. جميل. لاحظ بقى معايا ملحوظه اخيره اختم بيها. ايه هي؟ ان ممكن تحذف اداه النداء وانت تفهم من الكلام ان اداه النداء محذوفه. ازاي؟ يعني مثلا لو صاحبك قاعد جنبيك وقال لك ايه؟ محمد. او مثلا ابوك يقول لك ايه؟ محمد هات لي اشرب. فهو عامل ايه كده؟ هو بينادي عليك، يعني كأنه بيقول لك ايه؟ يا محمد، بس حذفت ايه؟ اداه النداء. صح ولا لا؟ علي، ابراهيم، صح؟ ممكن تقول له ابراهيم، علي، يبقى انت حذفت اداه النداء. وكذلك لما تلاقي مثلا كده ناظر المدرسه او مدير المدرسه، فاقول لهم لك ايه؟ طلاب المدرسه، شباب النيل، صح؟ يعني قصده ايه؟ يا طلاب المدرسه، يا شباب النيل، صح؟ وعندنا في القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال على لسان عزيز مصر، قال له ايه؟ يوسف اعرض عن هذا، يعني يا يوسف اعرض عن هذا. وانت لما تيجي تلاقي ربنا بتقول ايه؟ رب اغفر لي، صح ولا لا؟ ربنا اغفر لنا، ربنا ما انت شلت ايه؟ يا، ما تقولش يا رب اغفر لي، بتقول رب اغفر لي، او يا ربنا اغفر لنا، صح؟ بتقول ربنا اغفر لنا. طب رب دي تعرب ايه؟ وربنا تعرب ايه؟
وخلي بالك جات لهم السنة اللي فاتت أول كلمة في القطعة قال لهم ولدي أهي، ولدي. قال لهم استخرج منادى وبين نوعه، والطلبة اتلخبطوا ساعتها. طب المنادى ده نوعه ايه؟ ارجع للدرس اللي فات عشان تعرف، او اكتب لي الاعراب في التعليقات تحت وانا هرد عليك. بكده نكون جينا على نهاية الفيديو. لو عجبك الشرح ما تنساش تضغط لايك وتعرف غيرك وتشترك في القناة، والدل على الخير كفاعله. وانتظرونا ان شاء الله في شرح درس البدل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.